ايه ده الجمال ده يا جماعه بجد يعني دي فاكرين الفطيره اللي احنا كنا زمان بنجيبها من المحلات دي، اللي هي الفطيره اللي تلاقيها كده دي اللي احنا كنا بنجيبها زمان من عند بتاع البيتزا، تلاقيها كده محشيه من جوه كاستر وبسبوسه وكنافه. بس انا الصراحه المره دي عملتها ساده، بس المره الجايه ان شاء الله هعمل لكم محشيه، وممكن تحشيها مهلبيه او كاستر. بس هي جميله، وعملتها طبعا بالجلاش زي ما انتم شايفين كده، بجد طعمها يعني مش يعني بقول لكم يا جماعه والله العظيم ما بتقعد نص ساعه بتكون خلصانه. بجد طعمها بجد جميل قوي، ومورقه وجميله، وطعمها بجد كانك عاملاها يعني فطيره مش بجلاش، كانك عاملاها بعجينه. بجد طعمها حلو قوي ومرة قوي، وطعمها بجد خيالي، وبجد جميلة جميلة جميلة. بصوا شايفين طبعا اللبن بينزل منها ازاي، بجد جميلة. تعالوا بقى نشوف الطريقة. طبعا اول ما نشوف الطريقة ما تنسوش طبعا اللايك بقى يا حلوين، والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. اوعوا تنسوا اللايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. زي ما انتوا شايفين انا معايا بقى لفة جلاش اهي. طبعا الجلاش يا جماعه لما تيجي تجيبيه، يعني اي واحده تيجي تجيب الجلاش، هاتي الجلاش اللي هو بورقه بيضه ده معلوش شركات، ده بيبقى افضل بكتير من الجلاش اللي هو بتاع الشركات. ما بيبقاش حلو بصراحه، انا جربته كتير مش حلو بصراحه ربنا، يعني انا جربته بصراحه يعني هو مش حلو. فبصراحه جربت ده بصراحه ما شاء الله الله اكبر، يعني اللهم بارك هو جميل. بس طبعا انا كنت شايلها سبتها في التلاجة يومين، وبعد كده شلتها في الفريزر وطلعتها سبتها في التلاجة يومين، فكانت ايه يعني مهربده مني شويه. كانت طبعا يعني مش حلوه قد كده، غير اما انتي طبعا تجيبيها طازه في نفس اليوم بتبقى طبعا افضل بكتير واجمل بكتير. فبس انا يعني قلت، بس هي طبعا طعمها زي ما انتم شايفين جميله وما فيهاش اي حاجه. بس هي غلبتني شويه لان كانت فيها حتت مقطعه كتير فتعبتني شويه. بنتي بتقول لي هاتي حته بقى يا ماما، بتحب تاكل الجلاش وكده من غير ما يتحط له حاجه. زي ما انتم شايفين انا فردته بس على الصينيه كده، وتعالوا بقى نشتغل بقى فيه ونشوف هنعمله ازاي. بس ايه، قبل بقى من تعالى نحطه على صينيه تانية ونعمل بقى الطبق الكبير السرفيس ده نشتغل عليه. هاخد ورقتين من الجلاش، يعني ورقتين، ورقه وورقه. زي ما انتم شايفين طبعا انا معايا سمنه، معلقتين كبار من السمنه متسيحين. طبعا انا تعالوا احط لكم عليها حاجه بتخلي بجد الكيك شيف اهو، ده جميل قوي. تحطي نص معلقه صغيره من كيك شيف على السمنه السايحه، دي بجد بتخلي الجلاش بجد مورق وجميل من جوه كده. وتيجي تاكليه كده ما تحسيش انتي بتاكلي كده حاجه نيه، لا بتاكلي حاجه كده مورقه وجميله وكانك تاكلي فطير من جوه. الخطوه دي بجد يا جماعه بتفرق قوي في طعم الجلاش، وبجد بتخليه كانك بتاكلي فطير والله مش جلاش. زي ما انتم شايفين انا بقلب بس الكيك شيف كده معاه. متنسوش بقى اللايك يا حلوين والاشتراك في القناه، هفضل افكركم كده. زي ما انتم شايفين كده انا قلبت اهو، قلبته بس الكيك شيف مع السمنه كويس، بحيث ايه ما يبقاش فيه اثر كده للكيك شيف، عشان يبقى داخل كده مع السمنه عشان يورق لي الجلاش بتاعي. والله يا جماعه لو بتقولت عليه يعني فطير من كتر ما هو جميل. زي ما انتم شايفين بدهن بقى كده، عادن على يعني الرق عادن على رق واحد. طبعا الرق اللي تحت مش هدهن عليه، مرقين فوق بعض. هدهن كده سمنه زي ما انتم شايفين، هو سهل وبسيط خالص يعني والله يا جماعه ما خدش معايا يعني ربع ساعه كنت انا عاملاه. هو بصراحه سهل قوي وبسيط وما بياخدش يعني وقت ولا مجهود كبير، يعني انتي تبقي قاعده كده، وانا كنت قاعده وكان عندي لفه جلاش ونص كيلو من اللبن، وولادي قالوا لي يا ماما نفسنا في حاجه حلوه قوي. فقلت لهم تعالوا انا اعمل لكم حاجه حلوه، بقالي كتير ما عملتهاش بصراحه. كنت يعني بعملها لهم كل فتره، بس بقالي فتره ناسيها. فقلت افتكرتها، قلت لهم انا عندي لفه جلاش تعالوا ايه ما اعمل لكم بيها الحاجه الحلوه الجميله دي. طبعا المره الجايه ان شاء الله نحشيها مع بعض. زي ما انتم شايفين طبعا طبقت من هنا تطبيقه صغيره رفيعه، وطبقت من هنا تطبيقه رفيعه، بس هو الايه يعني غلبني شويه عشان كان مقطع. وبعد كده جبت تطبيقه وتطبيقه، وبعد كده ادهن سمنه عشان يطلع كده مورق معاكم معايا كده وحلو كده زيكم وامر كده زيكم. هو سهل وبسيط خالص. زي ما انتم شايفين دهنت برضو سمنه هنا، امر كده زيكم والله. تعالوا بقى ايه، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين انا طبقته برضو تاني، وهدهن برضو سمنه من الايه من الجهتين عشان لما اجي طبعا احمره يكون طبعا واخد السمنه بتاعته، عشان كده يتحمر برضو من بره ويدي لون كده حلو، حلو كده زيكم. طبعا يعني الوصفه دي بجد يعني جربوها تستاهل بجد التجربه، هي حلوه قوي. طبعا تعالوا بقى نركن دي في طبق، هنعمل كل الكميه وبعد كده نسوي. زي ما انت شايفه كده انا حطيت اللي انا عملتها في الطبق. تعالوا ناخد اتنين كمان رقين كمان من الجلاش ونعملهم برضو مع بعض، عشان برضو اللي فاتوا حاجه يرجعها معانا.
زي ما انتوا شايفين هي سهله وبسيطه خالص والله. يعني حتى لو بنت لسه عندها 11 سنه ولا 12 سنه وعايزه تعمله، فهو يعني سهل قوي وجميل ومش صعب. هو بجد يعني سهل واي حد يقدر يعمله. يعني بجد لو اول مره حتى تخشي المطبخ وتعمليه هينجح معاكي 100%. هو سهل وبسيط خالص وما فيهوش يعني اي تعقيدات خالص، ولا عجين ولا حاجه. ده جلاش. طبعا بدهن هو بالفرشه كل الجلاش كده اهو. بفرد فيها كويس السمنه بحيث يبقى ايه، تبقى واخده السمنه بتاعتها عشان تبقى مورقه كده وحلوه زيكم. هي سهله وبسيطه خالص. ما شاء الله اللهم بارك. بجد يا جماعه جربوها بجد هتعجبكم قوي. يعني عن تجربه بصراحه هي طعمها حلو. وتسلم ايديكم طبعا مقدما. بجد جربوها هتعجبكم، هي فعلا تستاهل التجربه وهي جميله جدا. طبعا ما تنسوش طبعا تتابعوا الفيديو للاخر عشان ايه ما يفوتكمش حاجه من الفيديو، عشان في تفاصيل مهمه هقولها لكم. زي ما انتم شايفين طبقت بقى تطبيقه من هنا رفيعه وتطبيقه من هنا رفيعه. وتعالوا بقى اتني. يعني هحاول لما اجي اتني الجلاشيه كده اتنيها، يعني بصوا النص على النص، بحس لما اجي اجيب التانية تبقى داخله عليها بالظبط. ما يحصلش كده تانية معايا كبيره وابقى مش عارفه افردها اطبقها. زي ما انتم شايفين برضو هدهن برضو الحته دي سمنه، الطول ده سمنه عشان يبقى الجلاش معانا مورق وحلو كده زيكم. وطبقت برضو تطبيقه تاني لحد ما خليتها كده شبه المربع كده. وبعدين برضو سمنه هنا بحس لما اجي اسوي يبقى مدهون سمنه من الجهتين، بحس يبقى انا مدهنش وانا بسوي، يبقى هو مدهون جاهز بحس ايه اسوي على طول، ما احتاجش ارجع ادهن سمنه تاني. طبعا انا احتجت للصراحه انا احتجت معلقتين سمنه تاني وسيحتهم، وحطيت عليهم نص معلقه كيك شيف تاني لان المعلقتين ما كفوش. فرجعت سيحت معلقتين تاني واشتغلت بيهم. دي طبعا لفه الجلاش اللي هي يا جماعه ام 12، في اللفه ب10 ام 10. يعني ما تعملش الكميه دي كلها، تعملك 4 أو 5. ما شاء الله دي عملت اكتر، ده كمان اتقطع مني 2 والعيال خدوهم كلوهم. اللفه ام 12 دي ما شاء الله كبيره. طبعا انا حطيت في الحله زي ما انتم شايفين، بس اكتشفت ان الحله بصراحه ما ريحتنيش ومعرفش ايه اللي هفني بصراحه يا جماعه، ان انا طول بعملها في صينيه. دماغي بقى جابت معايا كده، سوري يعني ما كنتش مركزه. زي ما انتم شايفين كده فايه رجعت غيرت رايي وجبت صينيه. زي ما انتم شايفين وحطيتها في الصينيه، لقيت بصراحه الحله صعبه عليا قوي ومش عارفه ان انا اتحكم واقلب. فلما الصينيه الصراحه الصينيه جميله، طبعا انا موطيه عليها عشان ما يتحرقش مني وما ياخدش السوا مظبوط من جوه، فانا موطيه عليه نار هاديه زي ما بتوطي على الرز كده. بس دي العين اللي هي الكبيره مش الصغيره قوي، العين اللي هي الكبيره. طبعا زي ما انتم شايفين انا بالمقصوصه كده بقلب. معايا المقصوصه انت بتغرفي بيها المكرونه بالبشاميل، وبقوم حاطه كده الجلاش زي ما انت شايفه كده. ولما بتتحمر من الناحيه دي بقلب على الناحيه دي لحد ما ايه الناحيتين يتحمروا، وبقوم مطلعه وهكذا لحد ما احمر الكميه كلها. طبعا انت لو عندك حاطه العين الصغيره علي شويه، بس العين دي انا عندي دي اكبر عين وعاليه جدا فانا موطياها خالص عشان كده، عشان ما تتحرقش مني. طبعا لو انت عليتي هيتحرق منك مش هياخد التسويه بتاعته المظبوطه من جوه. هو بياخدش دقيقتين يعني على النار، اقل من دقيقتين كمان. زي ما انتم شايفين طبعا انا عملت الكميه كلها في نفس الصينيه اللي انا حمرت فيها. طبعا هو سخنه مولعه خلي بالك. ده لبن بلدي ساقع لسه ما غليتوش. زي ما انت شايفه كان نزلت بالكوبايه اللبن وانا موطيه. زي ما انت شايفه هنزل بالكوبايه كمان التانية، ده نص كيلو من اللبن انا فضيتهم ادوني كوبايتين. انا بصراحه بحب اعمل الجلاش بنص كيلو. لو انت طبعا حابه تقللي اللبن شويه ومش حابه اللبن ده كله فيه تقدري طبعا تقللي اللبن، بس انا بصراحه بحب اللبن يبقى فيها كتير بتبقى طعمها حلو قوي. معايا معلقتين ونص من السكر. ده طبعا احنا طبعا حاطين سكر على الوش، بس انا مره جربت ان انا ما احط السكر في قلب اللبن. معلقتين ونص من السكر وهقلبه واسيبه يغلي على النار. مره ما حطيتش سكر في قلب اللبن كان الجلاش من جوه دلع من بره عليه سكر. سوري يا جماعه، انا والله يا جماعه على طول كده انا حوادث يعني مسميني اي حوادث من كتر ما باجي اقف في المطبخ. يعني لازم ابهدل البوتاجاز ده يا جماعه، لازم اغسله كل ما اعمل اكل لازم اغسله. يعني ممكن لو عملت مثلا كذا اكل لازم كل شويه اغسله. بجد يعني حاجه صعبه يعني. انا بجد ايدي غصب عني والله، وانا بعمل كده بلاقي يعني ايدي فجاه نطرت كده، ده مش حاجه يعني بايدي يعني. طبعا انا سبته بقى على النار، قلبت السكر مع اللبن كويس وسبته يغلي على النار. طبعا معلش عشان اللبن مشيتش مني عليت سنه صغيره. معايا بقى السرفيز اهو غسلته طبعا نشفته، السرفيز اللي انا سهنت عليه السمنه.
دهنت الجلاش بيه بالسمنه، كان طبعا ملح والسمنه، فمسكته وغسلته. طبعا اجيب الجلاش، طبعا ده مقص مطبخ نضيف زي ما انت شايفه كده. انا جبت الجلاش قصقصته على 4، عشان طبعا الواحده تبقى كبيره اوي، بحس اللي يجي ياخد الواحده ياكلها قطمه، والتانيه تكون خلصانه اما على بق واحد، متبقاش كبيره اوي اللي هو يجي ياكل يعرف ياكل الجلاش. او الفطيره يا جماعه القمر دي زيكم دي، والله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا شكلها جميل ازاي، بجد شكلها يفتح النفس من قبل يعني. والله انا بحب اكل حته كده من قبل ما احط لها اللبن، بجد طعمها حلو قوي. بجد تسلم ايديكم مقدما والله. تعالوا بقى، اللبن طبعا هو غلي، وقمت انا فضيته طبعا في كوبايه، في الكوبايتين نفسهم زي ما انتم شايفين. بصوا البخار طالع منه طبعا زي ما انتم شايفين، هو سخن مولع لسه، فبدلق بحرص جدا عشان طبعا ما يطرطش لا قدر الله، لانه سخن مولع. الحاجه طبعا المسكره بتلسع اكتر من الحاجه الحادقه. زي ما انتم شايفين دلقت كده بحرص بالراحه على وش الجلاش، وزعته على الجلاش، وزعته كده على الجلاش. تعالوا بقى الكوبايه التانية كمان، ده نص كيلو من الحليب يا جماعه، لبن بلدي عادي، عايزه تحطي لبن معلب طبعا تقدري. طبعا السمنه دي ليكي يعني، اي نوع سمنه انت بتحبيه او زبده، الحاجه اللي انت بتفضليها، الماده الدهنيه اللي انت بتحبي تستخدميها استخدميها. زي ما انت شايفه انا نزلت طبعا بكوبايتين اللبن كلهم، وهمسك بقى سكر بودره ارشه عليها. ده طبعا هو خشن شويه، كنت انا طحناه في البيت فما عجبنيش بصراحه. قبل كده عملت باللي انا جايباه من بره مطحون جاهز، كان ناعم عن كده، فكان الصراحه احلى، بس برضو طعم بصراحه جميل جدا. زي ما انتم شايفين انا برش كده السكر على الجلاش، بحس يبقى شبه الفطيره اللي احنا كنا بنجيبها زمان. اكيد يعني في ناس، اكيد الناس اللي كانت بتاكلها زمان اكيد عارفاها يا جماعه. طبعا سيبته بس 3 دقايق كده اللي هو يشرب اللبن، وتعالوا بقى ناكل مع بعض ونشوف الجمال والحلاوه. بجد ايه ده، والله يا جماعه ما يتقال عليه ده يعني جلاش، والله انا بجد بقول عليه فطيره. بجد جميله جميله طعمها بجد يعني، مهما احاول اوصف لك واقول لك هي جميله ازاي مش يعني لازم تجربيها عشان تشوفي تذوقي الطعم الجميل ده. اكيد بنتي بتقولي ادي حته بقى يا ماما، طعمها حلو قوي. بنتي هتتجنن بقى واقفه ايه، مش يعني هي بتحبه قوي بصراحه. بصوا ما شاء الله يعني، بصوا الطريان بتاعه ومن جوه بصوا مورق وطعمه بجد يعني ما تقوليش عليه ده جلاش، تقولي فطير. ما شاء الله اللهم بارك يعني، جميل جميل. باي باي.